كيفكم أصدقائي؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية جميعا. أتمنى يا رب جميعا تكونوا بأحسن حال. طبعا زمان ومدة عن الفيديوهات، ولكن هذا الفيديو رياضي، فالشخص اللي مايله بجو الرياضة واللي ما بحب الرياضة فلا يكمل الفيديو لأن الموضوع رياضي بحت. جماعة الرياضة، جماعة اللي بحبوا كرة القدم، أكيد امبارح الكل كان مصدوم بالخبر يلي بالفعل كان خبر صادم، وهو انتقال كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي. طبعا يا جماعة الإشاعات لها أكثر من تقريبا من شهر، ولكن أنا شخصيا لآخر دقيقة قبل إعلان الخبر رسميا ما كنت مصدق أبدا. كنت أحكي رونالدو اللاعب اللي أنا متابعه من سنين، رونالدو هو أكثر لاعب أنا بحبه بكرة القدم، رونالدو اللاعب اللي ما بضيع له دقيقة بيلعبها عرض الملعب، رونالدو اللاعب اللي ما يعرف عقليته، رونالدو اللي ما قبل يقعد على الدكة بمانشستر يونايتد اكيد راح يروح على فريق احسن. انت عم تلعب بالدوري الانجليزي ومانشستر يونايتد ومانك قبلان تقعد على دكة الاحتياط، فانت اكيد راح تطلع على نادي اكبر ونادي بيلعب بالابطال، لانه طموحك دائما عالي. ونحن يا جماعه بنعرف عقلية كريستيانو رونالدو، ولكن يلي صار كان صادم جدا صراحه يا جماعه. رونالدو من 2018 ما في قرار اخذه كان صحيح للاسف. هو بنفسه كان يفكر القرار اللي راح ياخذه راح يكون لصالحه، القرار راح يحسن منه، ولكن للاسف اولا قرار خروجه من ريال مدريد بعد مطالبة بزيادة الراتب تبعه، كان بيتساوى مع ميسي ومع نيمار وكل هاي القصص. طلع على يوفنتوس كانت تفكره هو اللاعب اللي راح يجيب الابطال، وهو كان يفكر لحاله بيقدر يجيب الابطال. 3 سنين ضيعهم باليوفي رغم انه جاب بهن ارقام واهداف، ولكن ما كانت 3 سنين بتخلي مشجع اليوفي او مشجع رونالدو يتذكرهم بشكل حلو. والموسم اللي لعبه مع مانشستر يونايتد موسم اول كان جميل، رونالدو كان ثاني هداف في البريمير ليج، رغم تعاسة نادي مانشستر يونايتد ورغم السوء اللي كان فيه مانشستر يونايتد. ولكن بعدها رونالدو بفترة صمت طويلة بيطلع تصريح مع مورغان بتصريحات قوية بهاجم مانشستر يونايتد. التصريحات هاي بتحسسك انه رونالدو خلص متفق مع نادي كبير، متفق مع نادي بيلعب بالابطال، كان يحكي وقلبه قوي على مانشستر يونايتد. ولكن نتفاجأ انه كريستيانو رونالدو بيروح على النصر السعودي. انا باختصار كواحد من اكثر الناس يمكن عاشقين ومحبين لكريستيانو رونالدو، انتهت متابعتي لكريستيانو رونالدو. آخر مباراة كنت متابعها لكريستيانو رونالدو كانت أمام المغرب بكأس العالم. بالنسبة لي كريستيانو رونالدو شخصيا صار برا كرة القدم، راح يظل أسطورتي، راح يظل اللاعب اللي بحبه، راح يظل اللاعب اللي مستحيل أنسى اللحظات اللي أسعدني فيها، مستحيل أنسى اللي قدمه للريال اللي قدمه لكرة القدم. ولكن بالنسبة لي كريستيانو رونالدو انتهى كرويا.